بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة اول رمضان. احنا النهاردة معانا اليوم العالمي للمحشي، كل عام المحشي النهاردة. جبنا احنا هنا ايه، كنا مقليين طماطم. جبنا الطماطم مسبكينها، وجبنا الخضرة بتاعتها والبهارات وعملناها. وهنعمل ايه، شوية محشي مع بعض. احنا كنا مقليين طماطم، كنت انا عاملة ايه ممبار، وكنت وحشيته. وفضل بقى ايه تقليه إيه عندي. عملت بقى المحشي، وكان عندنا كرنب. كنا جايبين كرنب وعندنا، المهم سلقناه عملناه يعني حشينا. ما شاء الله كانت خلطتها حلوه وجميله. كنا عاملين ده على اساس احنا هنجيب جنبها كوسه، بس ما لقناش بقى. كانت خلصت بقى وما لقناش، فاحنا هنا ايه خلصنا حشينا المحشي اهو خلصناه. وجبنا، طلعنا البطه بتاعتنا اللي هنعملها النهارده، وغسلناها ونقعناها وهنعملها. هنا كانت فضلت دي الصلصة اللي فضلت معانا بقى متسبكة من بقية المحشي والممبار. كنا عاملين يجي 10 كيلو طماطم. دول كيسان فضلوا هما تحطهم في الفريزر لمرة تانية. وديت معانا البطة بتاعتنا غسلناها وكانت متنضفة ومنقوعة محطوطة في الفريزر، يعني كانت نضيفة. جبناها نقعناها برضو كم لو فيها حاجة ولا كده. وقمنا رايحين مولعين عليها. كان هنا في الوقت ده احنا بقى عملنا العصير. جبنا الفراولة، عملنا شوية عصير. بنحط للعصير ما بنحلوش بسكر، بعسل على طول، بيبقى حلو. جبنا هنا بقى طماطميتين وبصلتين وشوية ملح بسيطين خالص، لانها بط ما بتحطلوش ملح كتير. وفلفل اسمر وحبهان وورق لورا، وتقلبيهم في بعض. على ما تعملوهم تقلبهم في بعض، يكون تحطيتي البطة تتلوح او الزفر اللي معاكي يتلوح. وتقوم مقلباهم في بعض. هتقلبهم في بعض وتقوم حطهم عليها. وتسيبيها بقى مع نفسها تصفي الزيادة اللي فيها. رخرة ما شاء الله زيادتها كانت جميلة وكانت حلوة. شربتها كانت تقيلة وحلوة من الزيادة بتاعتها. وهنا طلعنا كيس اهو بتاع سجق الممبار. كنا احنا حشناه وحطيناه في الفريزر بقى. فانا ما لقيتش كوسه، طلعت الكيس ده عملناه النهارده جنبها. انا ببقى اعمله واحطه واعبيه في اكياس. دي كيس اعبيه في اكياس واحطه في الفريزر، واجي اطلع منه كيس بكيس كده. وديت ما شاء الله البطه دي لسه في التلويح اهي. لوحت احمرت من تحت، والزيته بتاعتها عامله ازاي. الاخرى في الاكل حلو، في الشوربه بتاعتها جميل. احنا بقى معانا هنا سمبوسه. جبنه ميكس وزيتون مخلي وفلفل متقطع. وعملناها بقى، لفناها وعملناها. جبنا عملنا برضو شويه ملوخيه. احنا هنا بقى جبنا الحاجات السمبوسة. جبنة والفلفل والزيتون، عشان نقلبهم في بعض ونحشي السمبوسة به. احنا بنعملهاش الا بخضار، فلفل وزيتون وجبن كده. محبهاش باللحمة. وهنحشيها اهوت مع بعض. كنا بقى كده نص عصرية كده واحنا بنحشي، عشان وقت التحمير. هنخلصها ونقوم محمرين على طول. بعد ما نحشيها كلها. على طول السمبوسة ديت موجودة كده على الأكل. تجيبها واحدة كده عكس بعض على طول، عشان تيجي معاكي مثلث. وبتبقى خفيفة وحلو. أول حاجة بتخلص على الأكل هي السمبوسة. وهي دي الكمية اللي كانت معانا. ودي كانت البطة استوت اهيت. وطلعناها نشيلناها من الشوربة، وحطيناها عشان تصفى وعشان تتحمر. وديت الملوخية. احنا بنعجن الملوخية اللي عندي دي ناشفة، بس انا ببقى عجنها بشوية مية او شوية شوربة عشان تبقى زي الخضرة كده. ودي كان المحشي معانا اهو، برضو كان على البوتاجاز ونشف من الشوربة بتاعته، سقينه من الشوربة بتاعة البط. وحطيناه بقى يترد. وكان معانا برضو في الممبار اهو، عملنا منه طبقين على الاكل، وطبقين سمبوسة. وعملنا سلطة ومخلل. وده التومة هي اتحمرناها
ونحط لها بقى شوية كمون وشوية كزبرة وهي في التحمير بتاعها. وهنقوم صابين الملوخية بقى عليها بعد ما التومة تتحمر. هنصب الملوخية عليها في قلب المقلاية وبعد كده نرجعها تاني للحل. بس كده خلص. دي كان يا دوبك كان القرآن شغال، يا دوبك كده خلصنا بقى احنا كده. فضيناها تاني اهوت. كان لسه معانا ايه بقى، كان احنا هنا برضو السمبوسة اهيت خلصنا، وكان اكلنا كده خلص.